دعاء دخول شهر رجب. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. جدول تحديات البدايات الجميلة 2025 شهر رجب شهر جان. في هذا إن شاء الله محتوى فيديو اليوم. ما قدام ما نبدأ معاكم نحب نرحب بكم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. واللي ما يعرفنيش أني أمينة، وهذه قناتي نقدم فيها محتوى هادف لكل امرأة عربية مسلمة، محتوى متنوع أساسه رحلة في تطوير الذات والتغيير نحو الأفضل، التغيير المتواصل إن شاء الله. نستفتح العام هذا 2025 بشهر من أشهر الحرم، هو شهر رجب ما شاء الله، باش يكون متزامن مع شهر جانفي من بدايته لنهايته. فقررت يكون التركيز في التحدي على الجانب الديني استعدادا لشهر رمضان، شهر الكريم، شهر الفرص التي تحب من يغتنمها فلا نضيعها، ونبدأ بالتحضير لها من الآن. شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عنها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون نوعين: النوع الأول ظلم بالارتكاب المعاصي، والنوع الثاني ظلم بترك الطاعات. فالحسنات مضاعفة، فليكن لك من كل طاعة سهم، ما نضيعوش الطاعات الموجودة الكل، والمعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها، بل عظيمة عند الله، فاحرص عن اجتنابها حتى لا تهبط حسناتك. اللهم بارك لنا في هذا الشهر، شهر رجب، امين يا رب العالمين. ونبدأ على بركة الله في شرح محتوى الجدول التحدي البدايات الجميلة. بديت بأهم طاعة حبيت نحافظوا عليها ونلتزموا بها، هي الأساس، الصلاة هي عماد الدين. نحرص على الصلاة في وقتها من الفجر إلى صلاة العشاء. مع صلوات الفرائض عملنا في الجدول صلوات السنن الرواتب اللي قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيتا في الجنة، اللي هم كما تشوف ركعتين سنة الفجر قبل صلاة الصبح هي صلاة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر، العصر وما فماش لا قبل ولا بعد، المغرب ما فماش قبل ما فما بعد ركعتين، والعشاء صلاة العشاء بعدها ركعتين، باش نحافظوا زادة على صلاة الضحى وصلاة قيام الليل. بالنسبة لصلاة الضحى، صلاة الضحى هي صلاة الأوابين. باش نبدو بركعتين إن شاء الله، ما يكيدوناش إن شاء الله بقدرة الله. وقتها 15 دقيقة بعد طلوع الشمس، وإلى 15 دقيقة قبل أذان الظهر. وإن لم يكن لك صدقة في ذلك اليوم فهي تعادل 360 صدقة، سبحان الله، فلا نضيعها. أما صلاة قيام الليل باش تكون في البداية، إذا كان مناش متعودين بالقيام لأفضل وقت فيها اللي هو الثلث الأخير من الليل، يكون تقريبا ساعة قبل صلاة الفجر، فنخلوها بعد العشاء مباشرة، معناها ركعتين، ونسموها باسم بنية قيام الليل، تكتب إن شاء الله، ونكون نحافظوا عليها شيئا فشيئا إلى أن معناتها نبدو ونصلوا فيها في الوقت المفضل عند الله، وقت اللي ربي ينزل فيه إلى سماء الدنيا، الثلث الأخير من الليل. حكينا على الصلوات، وتو وقت الأذكار، يعني إن شاء الله نحافظوا عليهم. اخترت من الأذكار أذكار اللي نحسنوا بهم أرواحنا ويكونوا قوتنا الروحية وغذائنا الروحي: أذكار الصباح، أذكار المساء، وأذكار قبل النوم. ناخذوا أي حاجة تشجعنا كما حكينا في التحدي اللي فات، كان يعني تطبيق من الهاتف، وإلا يعني ناخذوا كمطبوعات نطبعوهم، ولا حاجات تشجعنا كما هيك كان عملت هذوما، وخليتهم معناتها مطبوعين وعندي في أوراق للعائلة الكل، الصغار الكبار يشوفوها ونتشجعوا على قراءتها وما ننسوهاش بإذن الله. الأخذ بالأسباب،
باش نحافظوا على هذه العادة الجميلة، حاجة تحصلنا، حاجة درع يومي لنا إن شاء الله من كل شر ببعدنا، أمين أجمعين. وبعد ما عملنا طاعات الصلوات والأذكار، باش نعملوا عبادة الصيام، طاعة الصيام، باش يكون في شهر رجب تذكير للأخوات اللي مثلا مازالوا ما أقضوش الدين متاعهم الصيام، يكملوا يقضوه ويشوفوا رواحهم معناتها في وقت مبكر خير، أو إذا كان يعني ما عندكم حتى دين، باش يكون الصيام في شكل سنة الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس بإذن الله، نتشجعوا الكل مع بعضنا ونصيموا. الصيام راهو صحة للأبدان قبل كل شيء. بعد الصلوات والصيام والأذكار باش نعملوا طاعة هي عمل الخير. عمل الخير أينما كان، حتى يعني بإماطة الأذى عن الطريق، يعني شيء حتى بسيط جدا عند الله كبير إن شاء الله. بأي طريقة كانت والنية موجودة، نيتك أنك عمل خير. مساعدة الآخرين هي يعني عمل اجتماعي، أو حتى للحيوانات معناها مثلا، فما نضيعوش هذا الفرصة، ويعني لا نظلم أنفسنا بترك هذه الطاعات. أما حضور مجلس علم يا حبذا يكون مباشر، أو إذا كان مش مباشر أونلاين، يعني حتى يكون جروبات تجمعات كما تجمع نحن ما شاء الله على التليجرام، مجموعة كلها تشجع في بعضها، كلها عندها هدف واحد. أو إذا كان أنت مثلا تباشري في مجموعات قرآنية، حفظ القرآن ومتابعة، يعني ما شاء الله، نكثروا من هذه المجالس المباركة، ففيها يعني رحمة وفيها بركة لنا إن شاء الله. أما بالنسبة لقراءة القرآن الكريم، باش يكون يعني في شكل ختمة، نختاروا أن نختم القرآن باش نكونوا واضحين معناتها الجدول هذا باش نوصلوا به إن شاء الله في شهر شعبان، وفي رمضان نلقوا روحنا يعني تعودنا بالعادات هذه بتاع العبادات. في بالنسبة للتحدي اللي اخترت أنا نعمله ختمة، ففي اليوم ناخذوا بكل بعد صلاة 4 صفحات، يعني 20 صفحة في اليوم، يعملوا لنا ختمة متاع شهر واحد. حابين يعني كالختمتين، يعني نحب ذو ختمة تكون على الأقل نقرأ بتأني وبتدبر معناه. فيكون القرآن يومي عندنا، وكأن شاغلين نفسنا في وقت رمضان، على خاطر في رمضان أكثرية تشكي اللي هي تبدأ في البداية بحماس في قراءة القرآن، وبعد تبدأ تحس بفتور من 10 الأيام الأولى. فالتعود من حد الآن يخليك يعني في رمضان فما يبقى الحماس هذاك خاطر عشته وتعودت بيه. أما بالنسبة لآخر عادتين موجودين في الجدول، أضفتهم إلى الجانب الروحي، هما يتبعوا الجانب العقلي أو التطويري. المهم هما يعني حبيتهم يكونوا تابعين أهداف سنة كاملة، أن نلتزموا بالعادات هذوما المهمين جدا جدا، هما عادات القادة والناجحين. العادة الأولى هي مسك القلم. إيش معناتها مسك القلم؟ أنا نعود أنفسنا على التدوين اليومي، تكون عندنا علاقة بين الورقة وستيلو. مسك القلم اليومي يخليك ديما منظمة في أي مجال، تخلي عندك هكا يعني وقت باش تكتب فيه. نخلو هكا نخصصوا مثلا كراسة، كنش صغير، دفتر صغير مثلا مخصص للمشتريات، هذا مخصص للتخطيط اليومي بلانر، هذا مخصص للتخطيط الأسبوعي الشهري. أكثر حاجة زادت تخلينا هيك ديما أنكور ومنظمين وفاهمين يعني الأيامات، مناش عايشين بعشوائية، هي معناتها النظر إلى اليومية يوميا، نشوفوا اليومية متاعنا التقويمة شفاها، يعني اليوم أنا شهر حنيش مازالنا المناسبات الجاية يعني عندنا من المواسم، تخلينا ديما هكا نخططوا بالباهي، نعملوا اللي علينا، وربي إن شاء الله يسهل لنا في اللي فيه الخير ديما إن شاء الله.
وأما بالنسبة لآخر عادة في جدول التحدي، كما قلت لكم كيف عادة الكتابة تابعة يعني أهداف السنة، أنا نتعود على الكتابة وقراءة كتاب. يعني كتبت قراءة صفحتين كل يوم يعني من كتاب، نختار كتاب ونقروه. الكتب ما شاء الله عديدة ومتنوعة ومحتويات ثرية موجودة بكثرة، معناتها نختار ما يحلو لنا من المحتويات. المرة اللي فاتت بدينا أني والمجموعة متاعنا في التليجرام في التحدي اللي فات، واخترنا مع بعضنا، اتفقنا أنا نشوفوا كتاب باهي وقرينا. بالنسبة لي قريته سابقا كتاب سحر الترتيب الماري كوندو مثلا، واتفقنا أن مجموعة نقروه ونحكوا عليه شوي ونشوفوا معناتها نعطوا آرائنا فيه، ولا نختاروا مجموعة من الكتب اللي نحددوا لها وقت معين للقراءة متاعهم، في شهر، في شهرين، في 3 شهور إن شاء الله. يا رب تو نشارككم في فيديو يعني الكتب اللي اخترتهم باش نبدأ بيهم هذا العام إن شاء الله. وبهيك نكون كملت شرح الجدول كامل بالتفصيل. أما قدام ما نختم معكم الفيديو، نحب نتشاركوا مع بعضنا العادات هذه الجميلة اللي سميتها عادات السعادة. كل يوم نعملوهم يعني خلونا هيك عندنا حاسين بالسعادة والراحة النفسية. العناية بالبشرة، الامتنان، تنظيف الأسنان، مشط الشعر، شرب 2 لتر ماء مع أكل الخضر. هذا كل يوم نعملوه، يعني يخلينا ديما مرتاحين، يعني حتى نقوموا بالجوانب الأخرى ونقوموا بها وإحنا يعني في راحة نفسية عندنا، خاطر الاهتمام بالذات والعناية الذاتية والصحة هي مهمة زادة في حياتنا يوميا. صديقاتي وأخواتي ورفيقاتي في هذا التحدي، هذا هو الجدول، حبيتوا تنسخوه وإلا يعني على ورقة وقلم، بالورقة والقلم، أو تنسخوه يعني طباعة. إن شاء الله يا رب نكونوا مع بعضنا في هذا التحدي بكل همة وعزم وحماس، إن شاء الله مع بعضنا نتعاونوا. إذا كان حبيتوا تابعوني معناتها تبقوا على اليوتيوب، وإلا تنضموا لنا في المجموعة على التليجرام، مجموعة تحدي البدايات الجميلة. إن شاء الله نخلي لكم الرابط في أول تعليق مثبت. مرحبا باللي يجينا الكل وينضم معنا، تنوروني وتشرفوني. وبهيك نكون وصلت بكم لآخر الفيديو، إن شاء الله تكون استفدتوا وعجبكم المحتوى كامل. مرحبا بكم مرة أخرى، والسلام عليكم في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.